وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن التابعين لهم بإحسان شهداؤنا الأبرار، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء، الله ينصر من كان على خطى الشهداء، الله ينصر من عاش على خطى الشهداء وعلى الوفاء لهم. هذه الجلسة، هذه الوقفة نقفها بفضل هؤلاء الشهداء، وهذا البلد نعيش فيه بسعادة حتى ولو كانت ناقصة، وحرية وأمان بفضل الشهداء. إذا تحيا الجزائر، تحيا جزائر الشهداء، تحيا جزائر الشهداء. أردت أن في ليلة أول نوفمبر قديما أنا كنت طفلا في الثورة، كيف كنا نقسم، كنا نقول حق دم الشهداء. إذا علينا أن نسترجع هذه الذاكرة التي كانت ترى دم الشهيد شيء مقدس وفوق المقدس. إذا علينا أن نسترجعها. لماذا؟ لأن بها إذا استرجعنا قيمة الشهداء وركبنا الطريق بالوفاء لهم سيكون الوصول بخير، وسيكون الوصول بنجاح، وسيكون الوصول بتطور. وبما أننا نتحدث عن هذه المناسبة، بودي أن أرفع كلمة، والله ما هي سياسية وإنما كلمة محببة، أرفع تحية للمشاركين في قمة الجامعة العربية. نحن نريد لجامعتنا العربية أن تنجح، ونريد لجزائرنا أن تنجح، ولجامعتنا العربية أن تنجح، لأن في نجاح الجامعة العربية هو الشهداء. بماذا كانوا يحلمون؟ كانوا يحلمون بأمة دينية، بأمة وطنية، بأمة سيدة، بأمة قوية. وامتدادنا الوحيد الأول هو داخل العرب، وامتدادنا العام هو داخل الإسلام. ما عندناش امتداد آخر. نحن لا ننتمي للثقافة المتوسطية ولا لغيرها، نحن ننتمي للحضارة العربية الإسلامية بكل أعراقها، بكل لهجاتها، بكل لغاتها، بكل تاريخها الطويل، ونتحمل أثقال تاريخنا. إذن كلمة مساندة للجامعة، نتمنى للجامعة أن تشارك في حل القضية الفلسطينية، أن تشارك في حل القضايا الشائكة في بلاد العرب، وأن تشارك في حل مسألة اللغة، أن تشارك في قضايا الثقافة، أن تشارك في، والمهم قبل كل هذا نتمنى، أنا كتبت هذا وراسلت سفارات من أجل هذا، نتمنى أن تكون الجامعة أن تنظر إلى الواقع. الواطن لا يهمه. الآن كنت نشوف 19 ناس ما يعرفوش قسما، هذا عيب حق، ولكن المفروض يحفظوا. ولكن الهم تاعهم الأول وش هو؟ الهم تاعهم الأول هو ملء البطون. الناس تنظر إلى الحالة الاقتصادية، والأمم لا تسير بالشعارات فقط، تسير بالشعارات وبالاقتصاد وبالقيم وبالوفاء وما إلى ذلك. إذا هذا هو الشيء الذي نتمناه الآن. نتمنى النجاح لقمة الجامعة، نتمنى النجاح للجزائر، نتمنى النجاح للمبادرات الجديدة التي تأتي من كل الناس، من كل الأطراف الجزائرية تأتي. هناك الجزائر كثير من الناس يخطئون في ماذا؟ يعتقدون بأن أهل القرار كلهم الأشرار. حاشا، القلة هي الشريف. عبر تاريخها الطويل الجزائر فيها شيء من القدسية. القلة كانت سيئة، ولكن الكثرة كانت نبيلة شريفة عفيفة، فيها الخير. حتى أن كثير من علمائنا ومن مؤرخينا بماذا يقارنون الجزائر، بماذا يقارنون ثورتها، بماذا يقارنون شهداء. شو أقرأوا المفتي زكريا وغيره، واش تلقاهم يقارنونهم بشهداء بدر، بحركة بدر، بالتاريخ الإسلامي المجيد. إذا علينا أن نعود إلى هذا. إذا نتمنى لبلادنا النجاح. وبالنسبة لشهدائنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلدهم في الفردوس الأعلى. ونحن، وقبل ما نواصل الكلام، نحن مقصرون في حق شهدائنا. أول تقصير، هذه في جماعة أغلبها ما تحفظش قسما. هذا نشيد
هذا كيف كتبه مفدي زكريا؟ كتبه بدمه في بربروس، والشهداء كلهم بدون استثناء ماتوا وهم يرددون قسما بالنازلات الماحقات. الله أكبر، تحية الجزائر. إذا ما حفظتوش انتوما، ما دخلتوش المدرسة، فلا حرج، حفظوه لأولادكم، حفظوه لأولادكم، حفظوه لبناتكم، ارفعوا علم الجزائر فوق. وددت لو كان كل جزائر رفع علم الجزائر فوق ديالها. إذا هذا القيم نوفمبر لابد أن تعود، لابد أن تعود. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهداءنا في عليين، أن يجعل مجاهدين في عليين، أن يجعل الوطنيين منا في عليين، أن يجعل الشرفاء ليس بأنسابهم، بأخلاقهم وقيمهم وجهودهم ووطنيتهم في عليين. النسب لا يغني شيء، النسب الله سبحانه وتعالى لا يسألك غدا من أنت، شكون النسب تاعك واش المعرش تاعك، يسألك من ربك ومن دينك وماذا فعلت في حياتك. ما يسألكش هذه الأسئلة اللي هتدور في رصاننا احنا يا ضروري. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا ويوفق بلدنا. نقرأ الفاتحة مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان. نعم. دقيقة باش نختموا الفاتحة. الكلمة